وراء اقتصادي المنتخب المغربي كونطب المنتخب السنغالي في نهائي كأس إفريقيا. تخيل معايا أنك في بلادك وأمام أعين جماهير ديال بلادك غادي تشهدوا على أن المنتخب السنغالي غادي يتوج بكأس إفريقيا للمرة الثانية ديالو في التاريخ ديالهم، بينما المنتخب المغربي غادي تقصى وبأسوأ سيناريو ممكن. ولكن حنا ما غاديش ندويو على كأس افريقيا والاحداث اللي طراو فيه، بحيث ان غادي نركزوا اكثر على الاحداث اللي طرات من وراء الاقصاء، سواء من اللاعبين الاوروبيين وحتى ايضا من اللاعبين المغاربه، بحيث ان كاين الميركاتو الشتوي وايضا اشاعات ومصادر كتاكد الانتقالات الرسميه اللي طرات وايضا اخبار ديال اللاعبين. فإلى عجبك هذا الفيديو هذا ولا المحتوى اللي كنقدم عامة، بحيث انه محتوى متنوع سواء في الكره سواء في الراب سواء اخبار المغرب ولا اخبار العالم ككل، ما تبخلش عليا في متابعة، وبلا ما نطول عليكم بزاف الخوت نبداو. فمن مورا هذا الاقصاء والسيناريو اللي طرا في نهائي الكان، فكلا المنتخبين الوصيل والمتوج غادي يلتحقوا اللاعبين بالفرق الاوروبيه ديالهم لحتى الفرق المحليه، وبهذا حنا غادي نسلطوا الضوء على ثلاثه ديال الفرق اللي كيزملوهم كل من اللاعبين ديال المغرب والسنغال في نفس الوقت. فنبداو بالفريق الاول اللي هو الهلال السعودي. كما عارفين ان الحارس المرمى ديالو هو ياسين بونو، وايضا كاليدي كولوبالي هو المدافع ديال الفريق، ومشوجهم شاركوا في النهائي ديال كاس افريقيا ومشوا الانجليز وبالضبط ايفرتون، حيت ان كاين ادم ازنو اللي هو الظهير ديال ايفرتون وادريسا كاي ايضا لاعب الوسط ديال ايفرتون، غير هو ادم ازنو ما زالت مع المنتخب المغربي في هذا الكان. فياريال كذلك الياس اخوماش اللي كان شارك لكن على دكه البدلاء، وبارغاي اللي كان صاحب هدف الفوز مع المنتخب السنغالي ايضا كان في فياريال. فنجو اخبار الانتقالات الرسميه، وفاش كنقول لك انها تمت غادي نبداو باللاعبين المغاربه اولا. ورسميا بوفال كينتقل نادي الطفوله ديالو اللي بدا فيه في الساحه الاوروبيه اللي هو لو هافر الفرنسي. امير ريتشاردسون خط الوسط ديال فرونتينا كينتقل كوبنهاغن، وليس اخوماش اللي من فياريال هو الان على سبيل الاعاره مع رايو فايكانو. وبوشعيب العسلي لاعب الرجاء كينتقل للدوري الارميني مع ارزرات الارمين. وايضا انتقال للتوعد ما غاديش يكون في راسو، واللي قليل اللي كيسحب ليه ان نبيل ضرار واش اعتزل الكره حاليا غادي يشارك مع فريق كاين في الدوري اللوكسمبورغي. ونمشيو للاعبين الاوروبيين. فاش كندوي على اللاعبين الاوروبيين غنبدا لكم ايدن تزيكو بسن 40 سنه، هو الان كينتقل لشالكا من فيورنتينا لشالكا بالانتقال الحر. كالاغير ايضا كينتقل من اتلتيكو مدريد لتوتنهام. الظهير الايطالي راسبادوري كذلك من اتلتيكو مدريد وهذه المره اتلانتا. لوكاس باكيتا كيرجع للتيال البرازيليه ومع النادي السابق ديالو اللي هو فلامينغو. والحارس تير شتيغن اللي اخيرا تنات منه البارسا انتقل من البارسا للجيرونا. تيمبر الاخ ديال تيمبر الاخر اللي كاين في ارسنال اللي كاين مع بي اس في ايدهوفن هو الان انتقل اولمبيك مارسيليا. ومارسيليا كذلك تعاقدت مع نويري لاعب ارسنال. لونغ انتقل من نابولي لغالاتا سراي. بيدرو اللاعب الشاب ديال نادي لاماسيا بي اس جي كتخطفو 2 مليون يورو. خط الوسط الهولندي مالين من استون فيلا انتقل لروما. والابن ديال ابراهيموفيتش هو الان كينتقل لاياكس امستردام. المهاجم الكولومبي مارسيال اورنالدو. وخط الوسط الارجنتيني بالينغا انتقل لديفيستيفي جوتسيتا الارجنتيني. لويس البرتو من الدحيل هو الان كينتقل للواكرا. والظهير السويسري تشتاينر اللي كنتحدى اي واحد يعرف هذا اللاعب هذا اللي كان مغمور وكان كيلعب مع اليوفي وارسنال هو الان كينتقل لنادي بازل السويسري. دوغلاس كوستا ايضا كينتقل لسيفو فيرونا اللي كيلعب في الدوري الايطالي ولكن الدرجه الرابعه. والبارسا كتخطف اللاعب المصري حمزه الفريق الثاني ديالها. واخر واحد اللي هو ابريك اللاعب الرجال انتقل لدي سترونغيز. ونمشيو لاخبار الانتقالات اللي قريب الحسم ديالها في الايام الجايه. المفاجاه الكبرى ان يوفنتوس مهتمه بيوسف النصيري اللي حاليا لاعب فنرباتشا. وخط الوسط انزو فرنانديز على رادار بي اس جي. نقولوا كان قريب الحسم ديالو من الاتحاد السعودي لفنرباتشا التركي. تيمو فيرنر ايضا قريب الانتقال ديالو للدوري الامريكي. وكولد بالمر اللي خرجوا اشاعات ومصادر كتاكد ان الانتقال ديالو مانشستر يونايتد مساله وقت وصافي. وريال مدريد اللي في هذا الميركاتو الشتوي غتكون مهتم اكثر باللاعبين الوسط، وعلى الراس ديالهم هو اللاعب العناوي. وكاملين شفنا المستوى الخرافي والتالق الكبير ديالو مع المنتخب المغربي في هذا الكان. وهذه كانت الخلاصه ديال الميركاتو الشتوي غير في هذا الاسبوع هذا صار. ومشوا الاخبار اللاعبين، وكما العاده غنبداو مع اللاعبين المغاربه، بحيث ان الزابيري شخصيا كنت كتمنى انه يكون مع المنتخب المغربي، واللي تقريبا 80% ديال المشجعين والجمهور ديال المغرب كان كيتمنى انه يكون، لكن للاسف الركراكي ما عيطش عليه باش يشارك في الكان. وماشي غير هو بوحدو اللي بان ليا كيستحق انه يمثل المنتخب المغربي، ايضا كاين لوزا ومعما، بحيث انهم كيقدموا واحد المستوى جبار مع نادي واتفورد
لكن الركراكه راس وقعت والنتيجه كانت الاقصاء باسوا سيناريو ممكن. ولكن هذا موضوع بوحده، فالموضوع ديالنا اللي هو الزبيري يدخل القفص الذهبي والله يكمل عليه بالخير، وما كرهناش في المستقبل انه يشوفه مع المنتخب المغربي وايضا مع شي فريق اللي كبير اللي كيليق ليه. الهلال السعودي ايضا كتاكد ان ياسين بونو معرض للاصابه، وهذه الاصابه هذه غتغيبو 3 اسابيع. ونمشيو لريال مدريد الروينه اللي كان طرات ليها، بحيث ان تشافي الونسو قرر المغادره والاقاله ديال من نادي ريال مدريد، وماشي ريال مدريد هو اللي تم الاقاله ديال المدرب، هو اللي طلب من الاداره انها تغير. بهذا غادي يكون قريب يرجع للتدريب مره اخرى، وهذه المره غتكون ليه في اصعب دوري اللي هو الدوري الانجليزي. الفريق غادي يكون واحد من السته الكبار. ونبقاو نيت مع ريال مدريد، بحيث ان اربيولا اللي انتقل من الفريق الثاني ها هو الان غيطلع الفريق الاول، بحكم انه خسر في كاس الملك، وايضا مخلى معظم الجماهير الملكيه دير مظاهرات على الاقاله. ايضا الرئيس بيريز، بحكم ان كاع المشاكل اللي طراو ليها لان سببهم هو الرئيس. وطلبوا بالتعاقد مع المدرب يورغن كلوب كمدرب الفريق، لكن النادي مصر على البقاء اربيولا حتى نهاية الموسم. وبهذا اربيولا كيطلع معاه لاعبين شبان الفريق الاول، ومن هاد اللاعبين نيت كاين ابن مارسيلو الفيس اللي غادي يشارك مع الفريق الاول مع ريال مدريد. ونمشيو للنجم الالماني والاسطوره ديال ريال مدريد وخط الوسط توني كروس، بحيث انه يشعل واحد البيف كبير كونتر الجماهير ديال البارسا، بحيث انه قال بلي الجماهير ديال البارسا الا خيرتيهم بالفوز بالكلاسيكو ولا التتويج بدوري ابطال اوروبا فراه غادي يختاروا الفوز بالكلاسيكو كونتر ريال مدريد. Real Madrid-Fan wählen kann, ob er in dem Jahr Meister wird oder beide Klassikos gewinnt und nicht Meister wird. Ich weiß nicht, was er wählt. Ich fürchte sogar, er gewinnt lieber beide Klassikos. Ja. Ist es dann so, wenn du auf der Tribüne وذكر ايضا بزاف ديال المواضيع اخرين اللي كيفيدوا كل من ريال مدريد والبارسا، وجوردي البا قرر رد عليه ونفع الهضره هذه، وكيقول ان البارسا في كل عام كتربح فيه ريال مدريد الكلاسيكو، فراه هذا كيدل على واحد الدليل قاطع ان البارسا كتستحق تتوج بالتشامبيونز ليغ في هذاك العام. ولكن الاقصاء اللي كيكون في دوري ابطال كيكون بسبب عده عوامل اللي اهم ديالها ضمن الحكم البارسا وايضا الاصابات ديال اللاعبين. فقولوا لي نتوما مع من كتعرفوا اكثر، واش جوردي البا ولا توني كروس؟ وهذه كانت جميع الاخبار اللي كانت طايره في كوره في هذا الاسبوع هذا من مورا الاقصاء للمنتخب المغربي. كيف قلت لكم في الاول، الا كان يعجبكم هذا الفيديو هذا ولا النوع ديال المحتوى اللي كنقدم فما تبخلوش عليا بمتابعه ولايك هذا الفيديو هذا، بحيث هي الوحيده اللي كتحفزني انني نكمل لكم هذه الرحله اللي قررت انني نبداها معكم.